لا مرحبا بكم. هل يتغير ميزان القوى في المنطقة؟ سؤال يتردد بقوة في الأوساط السياسية مع تصاعد الأحداث والتحركات الدبلوماسية بين عدة دول، ما يطرح تساؤلات حول مرحلة جديدة قد تكون في طور التشكل. هذا ما سنشاهده في خلال الأسابيع الأخيرة ظهرت تحركات سياسية غير معتادة واجتماعات ثنائية وإقليمية تعقد بعيدا عن الأضواء، وهو ما دفع العديد من المراقبين للتساؤل: هل هناك إعادة ترتيب للأوراق؟ هل هناك في المقابل تؤكد بعض التصريحات الرسمية أن ما يحدث هو مجرد تعاون طبيعي بين الدول، لكن توقيت هذه التحركات وتزامنها يفتح الباب أمام عدة تحليلات مختلفة. الأمر أبعد ما يكون عن مجرد صدفة. يرى خبراء العلاقات الدولية أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة، حيث تسعى كل دولة إلى تعزيز موقعها الاستراتيجي في ظل التغيرات المتسارعة على الساحة العالمية، من الموانئ إلى اتفاقات الدفاع ومن الطاقة التقليدية إلى المتجددة. التحركات لا تهدأ، وأمام هذا المشهد كما أن التحالفات التقليدية التي استمرت لسنوات طويلة بدأت تشهد بعض التحولات، سواء عبر تقارب بين دول كانت مواقفها متباعدة أو عبر إعادة تقييم بعض الشراكات. خلينا ننتبه للقطيفات التقليدية. وفي فلسفة هذا السياق تلعب المصالح الاقتصادية والطاقة دورا محوريا في توجيه السياسات الخارجية، خصوصا مع المشاريع الكبرى التي أصبحت تربط عدة دول في المنطقة. جانب ذلك تشهد المنطقة أيضا تنافسا دبلوماسيا متزايدا، حيث تحاول كل دولة توسيع دائرة نفوذها عبر الاتفاقيات والتعاون الإقليمي. على امتداد البحار والموانئ من قاعات التفاوض إلى ميادين الاحتجاج تتحرك القطع على رقعة شطرنج العالم، تنافس على الطاقة، سباق تقني، معاملات مالية وتفاهمات عسكرية. مشاهد متلاحقة تشير إلى أن شيئا كبيرا يتشكل، لكن السؤال بعض الذي المحللين إن الإجابة ستتضح مع مرور الوقت، خاصة مع استمرار اللقاءات الدبلوماسية والتطورات السياسية التي قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي. اللقاءات الدبلوماسية كانه كرمال الأصل من حقول النفط التي تلون الصحراء بالذهب إلى مدارج القواعد الجوية حيث تصطف الطائرات الحربية، تنسج المنطقة خيوط قوة متشابكة، موانئ مزدحمة، رؤوس أموال تتدفق، وتحالفات تبرم خلف الأبواب المغلقة.